المضادات الحيوية من أعظم الاكتشافات الطبية اللي غيرت شكل الحياة على كوكب الأرض، لأنها كانت السبب الرئيسي في إن أمراض كتير كانت زمان بتؤدي للوفاة تبقى دلوقتي أمراض بسيطة وسهلة العلاج. وده خلى متوسط عمر الإنسان يزيد بشكل واضح جدا مقارنة بالعصور القديمة. قبل اكتشاف المضادات الحيوية، أي جرح بسيط ممكن يتلوث ويؤدي لتسمم في الدم وينهي حياة الإنسان، وأي التهاب في الرئة أو الحلق أو المسالك البولية ممكن يبقى حكم بالإعدام. لكن مع ظهور المضادات الحيوية الدنيا اتغيرت تماما، وبقى فيه أمل حقيقي في العلاج والسيطرة على العدوى. المضاد الحيوي هو مادة بتشتغل على البكتيريا تحديداً، يا إما تقتلها يا إما تمنعها من التكاثر، وده معناه إن تأثيره الأساسي بيكون على البكتيريا فقط، ومش ليه أي تأثير مباشر على الفيروسات أو الفطريات. النقطة دي مهمة جداً، لأن ناس كتير لحد دلوقتي فاكرة إن أي سخونية أو دور برد أو كحة لازم ليها مضاد حيوي، وده مفهوم غلط وخطير. أغلب نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الزور البسيطة سببها فيروسات، والمضاد الحيوي في الحالات دي مش بس ملوش فايدة، ده كمان ممكن يضر الجسم. أول مضاد حيوي تم اكتشافه كان البنسلين، وده حصل بالصدفة البحتة على إيد العالم ألكسندر فليمنج سنة 1928، لما لاحظ إن نوع معين من الفطريات كان مانع نمو البكتيريا في أطباق المعمل. الاكتشاف ده فتح باب ضخم لتطوير أدوية كتير جدا، وبعدها بدأت شركات الأدوية والعلماء يشتغلوا على اكتشاف وتطوير مضادات حيوية جديدة، وظهر بعدها مجموعات مختلفة، وكل مجموعة ليها خصائصها واستخداماتها. البكتيريا كائنات دقيقة جدا، لكنها معقدة وذكية بشكل يخوف، وبتقدر تتأقلم مع الظروف اللي حواليها بسرعة كبيرة. علشان كده المضادات الحيوية اتصممت بطرق مختلفة علشان تهاجم البكتيريا من أكتر من اتجاه. في مضادات بتكسر جدار الخلية البكتيرية، وده بيخلي البكتيريا تنفجر وتموت، وفي مضادات بتمنع البكتيريا إنها تصنع البروتينات اللي محتاجاها علشان تعيش، وفي مضادات تانية بتأثر على المادة الوراثية بتاعة البكتيريا فتعطل قدرتها على الانقسام والتكاثر. اختلاف آلية العمل ده هو السبب في إن مش أي مضاد ينفع مع أي عدوى، ومش أي مضاد ينفع يتاخد بدل التاني. اختيار المضاد الحيوي لازم يكون مبني على نوع العدوى، مكانها، شدة الحالة، سن المريض، حالته الصحية العامة، وهل عنده أمراض مزمنة ولا لأ. علشان كده فكرة إن شخص ياخد مضاد من نفسه أو بناء على تجربة حد تاني تعتبر من أخطر العادات الصحية المنتشرة في المجتمع. من أكثر الأخطاء الشائعة إن المريض يحس بتحسن بعد يومين أو 3 من استخدام المضاد فيقرر يوقف الدواء، وده خطأ جسيم. اللي بيحصل إن الأعراض بتتحسن لأن عدد البكتيريا قل، لكن لسه في بكتيريا عايشة، ومع وقف العلاج البكتيريا دي ترجع تتكاثر، وغالبا بتبقى أقوى وأكثر مقاومة، وساعتها نفس المضاد مش هيجيب نتيجة بعد كده. مقاومة المضادات الحيوية بقت مشكلة عالمية حقيقية، ومنظمة الصحة العالمية بتعتبرها من أكبر التهديدات للصحة العامة في العصر الحديث. المقاومة معناها إن البكتيريا بتتغير جينياً وتبقى قادرة تعيش وتتكاثر في وجود المضاد الحيوي، وده بيخلي العلاج أصعب وأطول وأغلى، وفي بعض الحالات ما بيبقاش فيه علاج فعال خالص. المشكلة إن المقاومة مش بتحصل لشخص واحد بس، دي مشكلة بتأثر على المجتمع كله، لأن البكتيريا المقاومة ممكن تنتقل من شخص للتاني. استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي هو السبب الأساسي في انتشار المقاومة. لما شخص ياخد مضاد من غير داعي، أو ياخده بجرعة غلط، أو يوقفه قبل ما الكورس يخلص، هو كده بيدي فرصة ذهبية للبكتيريا إنها تطور نفسها وتقاوم. كمان استخدام مضادات قوية في حالات بسيطة بيزود المشكلة، لأن البكتيريا بتتعرض لضغط كبير يخليها تطور آليات دفاع أقوى. المضادات الحيوية ليها مجموعات كتير جدا، وكل مجموعة ليها خصائص معينة. مجموعة البنسلينات من أقدم وأشهر المجموعات، وبتضم أدوية زي الأموكسيسيلين والأمبيسيلين، ودي بتستخدم في التهابات كتير زي التهابات الجهاز التنفسي والأسنان والجلد. مجموعة السيفالوسبورينات بتبقى أقوى شوية وبتستخدم في حالات أكثر تعقيدا، وفي منها أجيال مختلفة، كل جيل أقوى وأوسع نطاقا من اللي قبله. مجموعة الماكرولايدز زي الأفيثرومايسين والإريثرومايسين بتستخدم كتير في حالات حساسية البنسلين، وليها دور مهم في التهابات الجهاز التنفسي. مجموعة الفلوروكوينولونز تعتبر من أقوى المضادات الحيوية،